أنا أكد لك المرأة الجاهلة خطرها متوقع على الولد إذا ما أكو عندها وعي وعندها علم وعندها إدراك. لأن أرجوك العلم منفذ، يعني هذه إذا كانت أكو عندها علم يعني عندها منفذ على الأفكار اللي موجودة بالدنيا، عندها منفذ على الحياة. إذا جاهلة يعني مثل واحد قاعد بغرفة ومسدودة عليه الأبواب. هذه إذا كان عندها شيء من الوعي. هسه قد يقول لي واحد شيخنا احنا نلاحظ أجيالنا السابقة كانت أمهاتنا بسيطة، أجيالنا السابقة كانت أكو عندهم قيم، عندهم حب لأوطانهم، عندهم بسالة، عندهم انشداد إلى التربة اللي يعيشون بيها، عندهم أخلاق، عندهم معاني كريمة. شو الآن المرأة ثقفت وتعلمت، أكو عندنا جيل صار ما إلى طعمه، ما تعرفه مالح مر حلو حامض، الله وكيلك طعمه ما إله، وين العلم؟ وين؟ شنو فائدته؟ هذا الواقع مو ذنب العلم يا أخي. أنت لا تخلط العلم، ما يكون يوم من الأيام ضرر. أي أنا أقول لك هذا التشيب اللي صار، المرأة بدأت تنشغل بأشياء جانبية وتغفل عن مهمتها الأساسية. مهمتها الأساسية صنع الجيل، لما بدأت تغفل عن المهمة الأساسية انتظر أن الجيل اللي راح يصير جيل ممسوخ.